أنجز برشلونة بطاقة العبور إلى دور ال16 بعدما قلب تأخره أمام ضيفه كوبنهاجن إلى فوز عريض برباعية. الفريق الدنماركي فاجأ الجميع وافتتح التسجيل مبكرا عند الدقيقة الرابعة عبر فيكتور داوسون، هدف بعثر أوراق البارسا في الشوط الأول. مع انطلاق الشوط الثاني ظهر وجه مختلف تماما للفريق الكتالوني، حيث عدل روبرت ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة 48 قبل أن يمنح لامين جمال الأسبقية لبرشلونة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد تحرك فردي مميز. بعدها ب9 دقائق تحصل برشلونة على ركلة جزاء ترجمها رافينيا إلى الهدف الثالث، ثم اختتم ماركوس راشفورد مهرجان الأهداف بهدف رابع من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 85. برشلونة أظهر رد فعل قوي جدا مع تنوع في الحلول سواء عبر الأطراف أو من العمق، خصوصا في الشوط الثاني حيث بدأ الفريق أكثر سرعة وجرأة في التحولات الهجومية. في دوري الأبطال غالبا ما تواجه فرقا تتكتل دفاعيا، لكن الجودة الفردية والسرعة في اتخاذ القرار تصنع الفارق، وهذا ما فعله برشلونة الليلة. الجانب المثير أيضا هو الوضع الاقتصادي للنادي، فرغم الصعوبات تمكن برشلونة من العودة للمنافسة بفضل أكاديمية لاماسيا التي ضخت دماء شابة، إضافة إلى صفقات ذكية دون كلفة كبيرة. أغلب اللاعبين الجدد جاءوا دون أن يرهقوا خزينة النادي باستثناء بعض التعزيزات المحدودة، ما يحسب للإدارة وللمدرب هانزي فليك. أي مدرب آخر كان سيتذمر من قلة الدعم، لكن فليك اشتغل بما لديه واعتمد على الشباب مع منحهم الثقة. ومع ذلك تبقى الحاجة قائمة للاعبين أصحاب خبرة، خصوصا في خط الدفاع، حيث يعتمد الفريق على مدافعين صغار السن 18 و19 و20 سنة، وهو أمر يمنح طاقة لكنه يفتقد أحيانا للخبرة في المباريات الكبرى. في خط الوسط أيضا غياب لاعبين مثل بيدري أو ديونغ يؤثر على جودة الأداء، بينما ليفاندوفسكي وصل لمرحلة عمرية تحتاج فيها المجموعة إلى بديل جاهز في مركز المهاجم. رغم كل ذلك ما يقدمه فليك يعتبر عملا استثنائيا، إذ ينافس الفريق على جميع البطولات دون أعذار. بعد اللقاء عبر لامين جمال رجل المباراة عن سعادته بالتأهل، قائلا إن الفريق كان يعلم ضرورة التسجيل، وإن رد الفعل في الشوط الثاني كان مثاليا مع إيجاد حلول على الأطراف وفي العمق. وأكد أن الأدوار الإقصائية تتطلب الصبر وخوض كل مباراة بخطوة تلو الأخرى من أجل مواصلة المشوار. برشلونة يواصل إذن رحلته الأوروبية بثقة متجددة، مستفيدا من مزيج الشباب والخبرة ومن روح جماعية ظهرت بوضوح في هذه العودة القوية.